السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا العفو والعافية وراحة النفس وراحة البدن. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا بقى النهاردة القتلتين دولت الجتتين دول معايا فرختين حلوين كده محترمين، غسلينهم غسلة محترمة برضو تليق بمقامهم غسلهم زي ما احنا اتعودنا. الطيور اهم حاجة فيها الغسيل، الغسيل ثم الغسيل، من جوه ومن بره، ودعاكي وشحتفة كده بالملح والليمون والخل، وسيبها تتنقع فيهم شوية برضو، ودعاكيهم دعكة كده وطماطمية كده بقى في الاخر، عصيها ملح كده ودعكي بيها الفرخة، بتمنع الزفارة خالص. وطبعا مفرغاها من جوه خالص كده علشان هحشيها الخلطة الجبارة، الخلطة الجبارة. هنشوف مع بعض بقى غدانا النهاردة واحدة واحدة اهو مع بعض. معايا بقى هنا ايه؟ آه معايا ايه؟ بسم الله. معايا بقى الرز، منقياه وغسلاه ومصفياه كويس قوي، مصفياه كويس قوي اهم حاجة. ومعايا بصلايه كبيرة كده حلوة محترمة كده متخرطة، وقرن فلفل محترم برضو اكلنا النهاردة كله محترم بصراحة. ومعايا بقى كبدة والقنصة، الكبدة والقنصة بتاعت الفراخ، مقطعة الكبدة كبيرة شوية عشان كلنا عارفين الكبدة بتاخد سوا عن القنصة، طبعا دي كلنا حاجة عارفينها. فمقطعة القنصة صغيرة شوية عن الكبد. ومعايا بهار، كمون، فلفل اسمر، وبهارات فراخ. مش عندك بهارات الفراخ جيبي مكانها مكعبات مرقة، مفيش مشكلة. هستكفي بالبهار ده بس، علشان انا برضو هحط بهار في الشوربه، فعشان الدنيا ما تبقاش اوفر قوي هحط ورق لوري وكده عشان الدنيا ما تبقاش اوفر قوي. انا ما عنديش مشكله خالص في الرقبه يا بنات ان انا اسيب الفرخه برقبتها، بالعكس انا بعرف ان هي استوت من الرقبه. انا اهم حاجه عندي اشيل الحته الضفر بتاع الجنح والحته اللي من تحت دي عشان الزفاره، لكن الرقبه ولا بتعمل زفاره ولا اي حاجه طول ما انت غاسله الحاجه نظيفه. لا بالعكس، انا بعرف ان هي استوت منها طول ما انت مديه الحاجه غسلتها محترمه. اهتمي بالحاجه اللي تعمل زفاره، يعني الضفر بتاع الجنح الحته اللي من ورا ديت هي اللي تعمل معاكي زفاره، لكن الرقبه بالعكس، ده هي الحته لما بمسك الرقبه كده اقطمها يبقى الفرخ خدت سواها المظبوط، ولا مستويه قوي ولا اقل شويه. هروح بقى على النار كده طاسة بحبة زيت صغيرين مش كتير، وحتة سمنة، شايفين قد ايه حاجة بسيطة قوي. وهنزل بالرز بقى المتصفي جدا جدا عشان وانا بحمره ما يكلكعش مني. انا اول خطوة هعملها ان انا احمر الرز، هديله تحميرة كده، عايزة لونه يبقى مصفر كده زي الفريك زي لون الفريك كده، بس احنا ممكن كنت اجيب فريك بس احنا بنحبه الرز اكتر المتحمر. هحمره بقى كده، هديله تشويحتين حلوين، هفضل ايدي شغاله فيه علشان ما يتلسعش، انه بيتلسع بسرعه جدا. اهو تمام اهو، اتفك خالص، مفكفك خالص، مش ماسك في بعضه ولا حاجه، عشان متصفي من ميته كويس قوي. تمام اهو، اهو زي الفل اتحمر وكده تمام التمام كده بقى معانا تمام قوي اهوت ومتحمر وتمام. هروح بقى على طاسه تانية فيها برضو شويه زيت، وهنزل بالبصل. هشوح بقى البصل تشويحتين كده، عايزاه يدبل معايا خالص، يدبل معايا خالص كده. هديله تشويحتين كده محترمين في قلب الزيت. اظن مفيش اوضح من كده، انا ناقص يعني بص الكاميرا في قلب الطاسه ابدا بقى اديله تشويحتين كده محترمين. وكمان بس بعد ما يدبل خالص هنزل عليه كده بقرن فلفل اقطعه، بس بعد ما يدبل معايا، مش عايزاه يصفر ولا يحمر ولا حاجه، انا عايزه البصله بس تطرى معايا كده وتدبل زي ما احنا شايفين اهيت. بدل ما دبلك كده معانا خلاص، انا مش محتاجه اكتر من كده. هقطع كده قرن الفلفل معاكم، هبدا كده اخرطه كده معاكم واحده واحده اهوت. مفيش مشكله خالص، مفيش اسهل ولا اطعم من الفراخ بالطريقه ديت ولا الاكل بالطريقه ديت. سهلي كل حاجه على نفسك وبسطي كل حاجه على نفسك، هتطلع من ايديكي لوز اللوز عسل العسل. تمام اهي الدنيا تمام قوي اهيت. هبدأ بقى اشوحهم كده تشويحتين، وهنزل بقى بالبهارات. البهارات اللي معايا طبعا اكيد في ملح، بس الملح ده حسب الرغبه، انا هحطه برضو بس هحطه بعد ما اشوح كده البهارات دي تشويحتين. الملح ده حاجه ما بتتنسيش يا جماعه، الاكل من غير ملح ما يتاكلش تمام ادينا اهو بشوح
اشوحهم تشويحتين. تشويحة البهار زي ما انا قلت لكم، انا بحب اشوح البهارات بتتحمص كده وتديني ريحة حلوة كده في الاكل، فبحب قوي ان انا اشوح البهارات، اي بهارات ان شاء الله يا رب، شوية فلفل اسمر كده صغيرين اشوحهم مع البصلة او التومة او اي حاجة بتدي تيست عالي وريحة كده، ريحتهم بتطلع كده بتبقى جميلة. هبدأ بقى انزل دلوقتي بقى بالكبد والقوانص، ياخدوا تقليبة معاهم برضو، ويتشوحوا كده ويغيروا لونهم. كان ممكن يا افنان تحطي ده كله لا انا بصراحة يعني ما بحبش موضوع الزفارة، فانا بحب اكتر الطريقة ديت، ان انا ادي الرز تحميرته واشوح دول برضو كده يغيروا لونهم، وبعد كده انزل عليهم بالرز. بحس ان كده انا مرتاحة اكتر يعني. تمام. ما بحبش احط كله على بعضه غير لما احس ان دي خدت حقها وده خد حقه. اكيد الرز لما احطه ابيض مش هيبقى متطعم زي لما احمره كده، يعني ادي لكل حاجه حقها، هتديه طعم حلو قوي. اهو تمام، حمرته وحطيته على الخلطه بتاعتنا بقى، وهبدا ايه اشوحه برضو معاهم تشويحتين كده واقلبه معاهم تشويحتين، بس اما انزل شويه الرز دول عشان انا مستخسراهم. الرز بقى غالي يا اخواتي. تمام. مستخسره قوي الحبايتين دول، هتنيني وراهم لغايه ما انزلهم يعني. هقلبه كده تقلبتين بقى، واشوحه كده تشويحتين حلوين معاهم، واحط له ملح واظبطه عشان يبقى معايا احلى خلطه باذن الله، باذن الله. يعني اولادي بيحبوا الخلطه دي قوي، حتى انا بحاول ازود فيها زياده، يعني ازود عن الحشو كمان، احشي اللي هحشيه والباقي اطيبه برضو واحطه مع الاكل. بيحبوه جدا، بيحبوها جدا الخلطه او الحشو. هبدا املحها زي ما احنا شايفين، الملح طبعا على حسب رغبتك، والبهار برضو على حسب رغبتك، والاكل على حسب رغبتك. كل ست بيت بيبقى ليها طعمها وتستاهل في الاكل ونفسها طبعا لا يعلى عليه يعني. تسلم ايديكم كلكم بجد. على كل حاجه شايفين انا بسبق اهو. هبدا بقى اقلب كده وايه، وهبدا احط له ميته. هاخد معايا كوبايه ميه كده، مش هزود قوي، انا مش عايزاه طيب، انا عايزه اخد نص طياب يعني، يبقى فيه قرشه بسيطه كده، بس عايزاه يستوي نص سوا. هو انا لو حطيته في الفرخه كده يستوي، ممكن يستوي، بس انا برضو بحب ادي الامان. هو يستوي ان شاء الله، بس هو كده بيبقى احسن شويه. هطيبه كده، احط له كوبايه ميه، كوبايه ميه محترمه كده، يا دوبك مش هغرقه للوش، مش بطيب الرز خالص. زي ما انتوا شايفين الميه يا دوبك اهيت، وهغطي عليه واسيبه يا دوبك 10 دقايق او اقل كمان، يا دوبك الميه تتشرب وخلاص، وكده يبقى معايا تمام التمام. بس شايفين اهو الميه مش زياده فيه خالص، يا دوبك حاجه بسيطه قوي يتشرب يبقى معانا زي الفل. اهو التكتك اهو تكتكته، وهغطي عليه بقى واسيبه. تمام تمام التمام. شايفين الخلطه؟ لوز اللوز يا جماعه، عسل العسل. مش عارفه انا مالي النهارده. تمام اهي الخلطه زي الفل اهي معانا. هبدأ بقى ايه، هحط منها حبة بحبة كده في طبق اللي انا هحشي منه، علشان ما ازفرش الدنيا كلها، عشان زي ما قلت لكم اللي بيتبقى اولادي بيحبوها جدا فبطيبها، فبرضو مش عايزة حاجة من الفراخ او كده او ايدي او كده او المعلقة اللي بحشي بيها اي حاجة يعني تلمس الزفارة وترجع للخلطة دي تاني. ما انا هاكل دي، ما اعرفش، انا بحب ما الخلطه تتحط في الفراخ وتستوي يا ابني، سبحان الله. ما اعرفش بقى، هي بتيجي معايا كده وبرتاح كده يعني. هبدا بقى احط الخلطه كده في الفراخ، واحشيها من جوه ومن بره ومن الاطراف ومن كل النواحي. بس انا مش عارفه اتملك من الفرخه قوي عشان التصوير، بس على مين وراكي يعني. الكاميرا يا جماعه بتبقى في نص ايدي كده، فبتبقى كاميرا التليفون يعني، بيبقى التليفون في نص ايدي كده عشان اوضح لكم اني بتعب. والله انا بتعب قوي يا جدعان. بتعب يعني. هبدأ بقى احط كده الخلطة، مش هملة الفرخة للاخر عشان ادي للرز براح ان هو يزيد، علشان لو ما يفرقعش مني او ما ينزلش حاجة مني في الشوربة او اي حاجة. ادينا اهو بحطها. تمام. هبدأ بقى احشي بقى ايه تحت الجلد كده، ونظبط بقى ونخلي الفرخة كده متمكنة من نفسها وماسكة روحها كده بالحشوة. هبدأ كده احشي كده من جوه تحت الجلد اهي. تمام زي الفل اهو، تمام تمام قوي.
هبدأ كده ايه زي ما انتم شايفين اهو، بركة بسم الله، لا اله الا الله. طبعا كل حاجة نسمي عليها يا بنات علشان ربنا يبارك لنا في كل حاجة كده، وتبقى كل حاجة ببركة ربنا طبعا. اهي تمام اهيت. هبدأ بقى اسوي الصدر كده، اسوي الخلطة جوه الصدر كويس واخليه كده متساوية وحلوة. اهي تمام. فاضل الحتة دي هي هحط فيها شوية كمان، بس مش هكبسها قوي، مش هكبسها قوي علشان الرز ما يطلعش مني او يفرقع مني في مش هيفرقع الجلد ده نفسه، ممكن الرز لو زاد فيه فرق او يطلع بره في الشوربه ما بيبقاش لطيف يعني. فيا دوبك كده سيبي فيها براح ان الرز لو زاد ولا حاجه. هكتفها بقى كده، مش هربطها، واكيد مش هسيبها زي ما هي. انا بتغاظ قوي يا جماعه من اللي بيطيبوا الفراخ او كده، حتى لو ما كانتش محشيه ويسيبوها مفتوحه كده. يا ستي كتفيها، كملي جميلك. هبدا بقى اكتفها كده اهو. تمام تمام قوي. اهي حطت رجل على رجل اهي، وبقت باشا في نفسها، برنسيسه في روحها. شايفين؟ برنسيسه في روحها والله. اهي بقت معانا زي الفل اهي، تمام التمام، جميلة جدا. هحشي بقى القتيلة التانية زي ما انتوا شايفين. انا حشيت البرنسيسة التانية، بقت برنسيسة زي الاولانية ما شاء الله. واتنفخت اهي وبقت جميلة. هبدأ بقى كده وتمام معانا قوي بقى. هتنقل بقى الخطوة اللي بعديها. طبعا اتبقى معايا كده شوية خلطة حلوين، هطيبهم زي ما قلت لكم. اولادي اصلا بيحبوها جدا وهي بتتاكل عادي. معايا بقى فلفل اسمر وكمون وورق لوري وحبهان دول للشوربة، وبصل وطماطمايه للشوربة برضو. طبعا انا حاطه المية بتغلي. هبدأ بقى انضف حواليا كده لغاية ما المية تغلي. ادي المية غليت تمام التمام. هنزل بقى ببصلي، بصلياتي وطماطميتي، البصل والطماطم، وهنزل كمان بالبهار بتاع المرقة، وهنزل بالفراخ. تمام كده تمام ما شاء الله اهيت. اديني نزلت بيها ما شاء الله. اول ما الفراخ نزلت يا جماعة الشوربة على طول عملت دسم على الوش. انا شكلي هفكر اعمل ملوخية، شكلي هفكر اعمل ملوخية. ملوخيتي في الفليزري وجاهزة ومفيش مشكلة خالص. هطلع اكياسي اللي مخزناها حبايبي وطبعا كيس ملوخية. ايه المشكلة يعني؟ مفيش مشكلة خالص. احط ملح كده الشوربة. طبعا احنا عاملين ملوخية قبل كده مع بعض، واسهل حاجة في الملوخية بتتعبي يوم وبترتاحي باقي الشهر يعني. هبدأ كده احمر شعرية بقى، اعمل رز بالشعرية كمان. بتتعبي يوم يعني في تخزين الملوخية، انك بتجيبيها تقطفيها وتخزنيها، بس بعد كده بتطلعيها من الفريزر على الجاهز يعني. هبدأ بقى اقلب كده الرز واديله ملحه بقى وعقده تمام التمام. طبعا الشعريه بالذات عايزه ايديكي تفضلي فيها يا بنات، علشان انا بتغاظ برضو مش الشعريه اللي بتبقى لون ولون، دي لازم كلها تبقى لون واحد، فده مش هيطلع لو سبت الشعريه، لازم ايديكي يبقى فيها. حطيت الرز عقده اهوت وشربته كده، يبقى معانا زي الفل اهوت. وطبعا ظبطت ملحه. هسيبه بقى يغلي غلوتين وبعد كده اوطي عليه، وكده يبقى معانا الرز جاهز. وكده اكلتنا فل الفل. تمام التمام يا جدعان، تمام التمام والله. بس اظبط لكم الكاميرا بس عشان تشوفوا الوحش الشاشه ده. يعني اظبط كده الكاميرا بحيث ان انتوا تشوفوا هذا الوحش المتين. اتعدلي وبمسح من عليها بقى البخار وكده، لازم اعيشكم اللحظه. اهي الدنيا معانا تمام. مش عارفه الكاميرا مالها، يلا معلش معلش. اهي اتظبطت معانا الحمد لله يعني نوعا ما. ادي الوحشين المتينين تمام اهو زي الفل، عسل جدا ما شاء الله. والله العظيم تحفه يا بنات، لازم تجربوها. طبعا حطيتها كده والخلطه تحتيها حلوه جدا. الخلطه اهي الباقيه طيبتها وحطيتها تحت الفراخ كده بتتاكل تحفه معاها. وعملت ملوخيتي حبيبه قلبي، حبيبتي يا ناس. قلبها تقليبه كده عشان تبان اكتر. ملوخيتي حبيبتي. عملتها هناك شويه ملوخيه، وادي الرز بالشعريه. برضو ما يضرش لو عملتي طبق سلطه كمان. انا عملت بس بعد كده يعني عملت طبق سلطه كمان. والمخللاتك بقى وسلطاتك وبابا غنوجك وعيشي بقى عيشي. ايه ما شاء الله والله مش محتاجه كلام. انا مش عارفه اقول ايه يعني، مش عارفه.
مش محتاجة كلام خالص. الصورة تتحدث عن نفسها. اهو يا بنات، حلوة جدا، جربوها. طبعا انا حطيتها، ممكن انتي بقى تحمريها في الزيت، حمريها. انا حطيتها كده تحت الشواية، خدت اللون اللي انتوا شايفينه دوت، تحت شواية الفرن يعني، في صينية خدت اللون الجميل دوت. وادي الرقبة زي ما بقول لكم، انا بعرف منها ان هي استوت، بقطمها كده كده الفراخ مستوية معايا، من غير بقى مغرزة ولا شرح فيها ولا الكلام ده خالص. هداريها بقى عشان البرستيج. هدري الرقبة يعني. وادي اكلتنا كده خلصت معانا. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب اكون خفيفة على قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله يا حبايبي.